السلام عليكم، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده ان شاء الله نعمل مع بعض بغشة الافران بطريقه سهله وبسيطه وحلوه جدا جدا. عايزه لكم كده حاجه بتدوب في البق. كمان هقول لكم كل التكات والاسرار اللي تنجح معاكم البغاشه وتطلع كده منفوخه والتسويه المظبوطه ليها. بس قبل ما نبدا الفيديو ما تنسوش لو تشوفوا قناتي لاول مره تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس على الكل علشان يوصل لكم مني اشعار بكل فيديو انا منزله. يلا بينا نشوف الطريقه والمقادير هنعملها ازاي مع بعض. بسم الله الرحمن الرحيم. اول حاجه نحضرها مع بعض هو شربات البغاشه، لان احنا محتاجينه يكون بارد وتقيل. معايا اول حاجه كوبايه من السكر حبيبات يعني 200 جرام، هضيف عليهم نص كوبايه من الميه يعني 100 مللي. كمان معايا عصير نص ليمونه بنعصرها كده وبنشيل البذر. وانا مش بقلب الشربات ولا باجي جنبه خالص عشان ما يسكرش معايا. برفعه بقى على نار عاليه، واول ما يبتدي يغلي معايا نهدي النار ونسيبه يغلي على نار هاديه لمده 5 دقايق مش اكتر من كده عشان الشربات ما يتقلش معاكم بزياده. وطول فتره التسويه الحاجه اللي احنا بنعمل فيها الشربات بنغطيها علشان السكر لما يجي في جوانب الحله يرجع تاني ينزل في الشربات، برضه عشان الشربات ما يسكرش معاكم. وده كده شكله بعد ما استوى. في الاول بيكون خفيف، لكن بعد ما يبرد ويدخل التلاجة ويقعد كام ساعة كده في التلاجة هتلاقوه تقل معاكم. طبعا اول ما ينزل من على النار بنديله بقى فانيليا عادية او فانيليا بالبرتقال لو انتوا حابين، ده براحتكم. انا هسيبه يبرد بعد كده ادخله التلاجة. بسم الله الرحمن الرحيم. معايا اول حاجة كوباية وربع من المية يعني 250 مللي، والمية عادية جدا من الحنفية يعني، ولا هي سخنة ولا ان هي دافية. بعد كده هضيف معلقة كبيرة من السكر حبيبات يعني 15 جرام، وتقدروا تعيروها بمعلقة الأكل. كمان هضيف رشة من الملح، وبنقلبها كويس جدا بالمضرب اليدوي لحد ما نلاقي السكر والملح دابوا معانا، عشان لو في أي سكر أو ملح ما دابوش واحنا بنفرد العجينة هتلاقوها بتقطع معاكم، وهتلاقوا البغاشة مش هتنفخ معاكم زي ما انتوا عايزينها. كده خلاص انا دوبت السكر والملح. هبتدي ان انا اضيف معلقتين كبار من الزيت النباتي يعني 15 جرام، وبقلب لمدة ثواني مش اكتر من كده. طبعا عجينة الفطير او البغاشة ما بتاخدش خميرة ولا بيكنج باودر. حضرت معايا نص كيلو من الدقيق، ده دقيق لجميع الاغراض اي نوع انتوا حابينه، سايب من عند العطار او مكيس مش هتفرق. والكوباية المعيارية يعني 4 كوبايات. نبتدي بقى ان احنا نلم كده العجينة. انا مش هزود دلوقتي اي سوائل غير لما اشوف الاول العجينة هتحتاج مني سوائل ولا لا، لان طبعا كلنا عارفين ده بيكون على حسب نوع الدقيق. بصوا العجينة ابتديت ان انا المها بس ما عجنتش معايا عجينة كده، بقى محتاجة تاني مني سوائل. حضرت ربع كوباية مية، وبرده مية عادية جدا من الحنفية، وابتدي ان انا انزل بيها شوية بشوية. ما تنزلوش بالمية كلها مرة واحدة عشان مش عايزة العجينة تكون طرية معاكم بزيادة. اول ما تلم معاكوا كده العجينه وتكون طريه لكن في نفس الوقت مش بتلزق، يبقى كده خلاص مش هنزود ميه. هي كده خلاص العجينه معايا بقت ممتازه. الربع كوبايه التانية انا مخدتهاش كلها تقريبا، فضل منها 3 معالق كبار، بس على حسب برضو نوع الدقيق اللي انتوا بتستخدموه. ممكن تستخدموا الربع كوبايه التانية كلها او اقل منها زي ما انا عملت كده. بصوا العجينه معايا ما شاء الله حلوه جدا. انا بوريكم ان هو اتبقى معايا كده تقريبا 3 معالق كبار. العجينه طريه لكن في نفس الوقت مش بتلزق. في الاول بقى كده هتلاقوا السطح بتاعها كده منحكش ومش حلو. هنعجنها هيكون ملمسها دلوقتي ناعم وهوريها لكم. اهم حاجه تركيه حلوه جدا هقول لكم عليها عشان تسهل عليكم مجهود العجن. قبل ما تبتدوا ان انتوا تعجنوا في العجينه ريحوها لمده دقيقتين 3 وارجعوا عجنوها. عايزه لكم بتتعجن اسرع والنتيجه بتكون تحفه ومش هتاخد معاكم وقت في العجن. انا بصوا ده كده بعد العجن يعني تقريبا خدتها كده عجن 7 أو 8 دقايق. العجينه بقت ممتازه، الملمس بتاعها ناعم زي ما احنا مش شايفين كده، وطريه لكن في نفس الوقت مش بتلزق. كمان ابتدى كده ان هو يتكون فيها عرق، بس طبعا لما هتريح هتلاقوا كمان العرق بيشد اكتر من كده. شايفين العجينه عامله ازاي؟ بسم الله ما شاء الله تحفه. هبتدي بقى كده ان انا اكورها وبحطها في الطبق وبغطيها بستريتش راب او بكيس وعليه فوطه وسيبوها تريح بس 10 دقايق. مش هتخمر ولا اي حاجه، هي بس تريح علشان لما نيجي نفردها تتفرد معانا بسهوله وما تغلبنيش. وما تريحهاش اكتر من 10 دقايق عشان مش عايزه العجينه تطرى معاكم بزياده، عشان واحنا بنلفها كده وبنشكلها ما تغلبكوش، وتكون العجينه كده ماسكه نفسها وتكون سهله معاكم في اللف. انا كده هريحها لمده 10 دقايق ونرجع نشوف هنعمل فيها ايه بعد كده. بعد ما العجينه ارتاحت معايا 10 دقايق هبتدي ان انا افردها على رشه خفيفه من الدقيق وما نزودش الدقيق. بنفرد العجينه على شكل مربع، في ناس بتفردها على زيت، بلاش تفردوها على زيت. هتلاقوا العجينه كده طريه معاكم بزياده وهتغلبكم وانتوا بتشكلوها، فالدقيق افضل. بفردها كده بالنشابة، وبعد ما بفردها ابتدي ان انا يعني بمشي عليها كده بايديا اتاكد ان هي كلها سمك واحد. انا مش عايزه يكون جنب عالي وجنب واطي، وبرضه في نفس الوقت بظبطها على شكل مربع. خلاص كده فردت العجينه. هحضر 150 جرام من الزبده يعني 3/4 كوبايه.
اي نوع زبدة انتوا حابينه، زبدة نيوزيلندي او زبدة جنة كريستال فرن اللي موجودة عندكم. الزبدة لازم تكون ساقعة لكن في نفس الوقت طرية عشان ما نيجي نفردها تتفرد معانا بكل سهولة. الزبدة لو جامدة قوي هتقطع معاكم العجينة والبغاشة مش هتنفخ معاكم في الفرن. كمان الزبدة لو سايحة خالص هتلاقوا الزبدة وانتوا بتفردوها بتطلع كده بره العجينة، وبرضو البغاشة مش هتطلع معاكم حلوة، مش هتورق، وفي نفس الوقت هتكون معضمة معاكم. فلازم كده نحتفظ بالزبدة جوه العجينة. خلاص كده وزعت الزبدة كويس جدا على كل العجينة، بس نهاية العجينة كده انا مش دهناه علشان لما اجي الفها تقفل معايا بسهولة. واحنا بنلف كده بنلف رول عادي جدا، بس اهم حاجه وانا بلفها كده وبشدها عليا علشان بس ما يكونش فيه فراغات من جوه. بنعمل كده بقى لحد ما نخلص العجينه وبنظبطها كده وانا بلف. وبنيجي عند الطرف كده العجينه زي ما قلت لكم انا ما دهنتهاش عشان لما اجي اقفلها كده على العجينه تتقفل معايا بكل سهوله. ما شاء الله العجينه ممتازه. وباجي كده عند الطروف وابتدي ان انا اظبطها علشان بس يكون الشكل معايا مظبوط وانا بسويها. هلفها بقى وابتدي ان انا ارول لها شويه علشان يعني هتلاقوها كده بتكبر شويه عشان اقدر ان انا اقسمها. ما شاء الله العجينه ماشيه ممتازه. وبرضو على قد ما تقدروا خليها كلها كده سمك واحد، يعني لو لقيتوا في ناحيه كده تخينه وناحيه رفيعه لا خلوها كلها كده زي بعض عشان البغاشه تطلع كلها مقاس واحد. قطعوا بقى الحجم اللي انتوا عايزينه، انا تقريبا قطعتها كده 3 صوابع. بصوا ما شاء الله الرولات من جوه عامله ازاي تحفه. هي عملت معايا 9 قطع، ممكن تعمل معاكوا 10 زي ما انتوا حابين. ما شاء الله يا جماعة العجينة ممتازة حلوة جدا جدا. بعد ما بقطعها بقى بالشكل ده بكون محضرة طبق وحاطة كده من تحت كيس تلاجة، وبرص العجينة وبغطيها تاني بكيس تلاجة وبدخلها الفريزر ربع ساعة عشان الزبدة تجمد معايا، عشان لما اجي افردها ملاقيش الزبدة طلعت معايا وقطعت العجينة. فالخطوة دي مهمة جدا جدا. دخلوها الفريزر ربع ساعة. ودي كده البغاشة بعد ما طلعت من الفريزر هتلاقوا الزبدة بقت متماسكة والعجينة متماسكة معاكم. في بس ملحوظة عايزة اقول لكم عليها، وانتوا بتقطعوا بالسكينة قطعوا بالسكينة بالراحة علشان تعمل كده الرول ويكون باين. لو نزلتوا بيها مرة واحدة مش هتدوكوا الشكل ده. بعد كده خدت واحدة وابتدي ان انا افردها، والباقي غطيته بكيس علشان وش ما يعملش قشرة. انا ما دهنتش الرخامة ولا اي حاجة، وابتدي ان انا افردها وكل مرة بشيلها وارجع افردها تاني عشان ما تلزقش معايا. لو حسيتوا ان العجينه بتلزق معاكم تقدروا ان انتوا تدهنوا كده مسحه بسيطه جدا من الزيت. بفردها كده على شكل مربع وبنرفعها. بعد كده قلبتها الناحيه التانية زي ما انتم ملاحظين كده التقطعات والزبده انا عايزاها تكون من جوه، لان هي لو من بره البغاشه مش هتورق معاكم والزبده هتطلع ومش هتنفخ كده في الفرن. بعد كده بقفلها على شكل مربع يعني زي الظرف بالظبط، واحنا بنقفلها كده نبتدي ان احنا نسويها. بصوا ده كده بيكون شكلها سهل جدا وما بتاخدش اي وقت خالص يا جماعه. احطها بقى في الطبق، وبرده لازم نغطيها بكيس علشان وشها ما يعملش قشر. خدت واحده تاني وابتديت ان انا افردها. انا زي ما قلت لكم انا مش دهنه اي حاجه، ما شاء الله العجينه ممتازه. بس انتوا لو لقيتوا ان هي بتلزق معاكم ادوها مسحه بسيطه من الزيت. والعجينه لازم كده نفردها نرفعها يعني تقريبا سمك 2 مللي. ما نخليهاش تخينه قوي وما نخليهاش رفيعه لدرجه ان المفرش يبين، بس برضو لازم ان احنا نرفعها. بعد كده قلبت العجينه زي ما احنا شايفين، وابتدي ان انا اقفلها على شكل مربع ونسويها زي ما عملنا بالظبط اول واحده. بخلص بقى كده كل الكميه بنفس الشكل وبغطيها تاني بكيس تلاجة، يعني بحطها في طبق ومن تحت كيس تلاجة ومن فوق كيس تلاجة، وبدخلها تاني الفريزر ترتاح لمدة ربع ساعة علشان ما نيجي نفردها اخر فردة الزبدة متطلعش معانا. كل ده يا جماعة بيسهل علينا الشغل ان احنا لما نيجي نفرد البغاشة ما نلاقيش الزبدة طلعت معانا، فلازم ندخلها الفريزر عشان الزبدة تكون معانا كده متماسكة. طلعت البغاشة من الفريزر ونبتدي بقى ان احنا كده نفردها اخر فردة، وما دهنتش الرخامة اي حاجة. انا هفردها على شكل مربع، يعني بفردها كده طول وعرض عشان على قد ما نقدر يكون الشكل معانا مظبوط. ونفردها يعني بسمك وسط، ما تكونش رفيعة قوي وبرده ما تكونش تخينة قوي. ده كده بيكون شكلها والسمك بتاعها. حضرت بقى صينية دي ألمونيوم طبعا بتوزع الحرارة حلو جدا، بندهنها مسحة بسيطة من الزيت ونبتدي ان احنا نحط البغاشة ونظبطها بالشكل ده. ما شاء الله شايفين العجينة ولا بتلم معايا ولا بتكش ولا اي حاجة. ده عشان المقادير مظبوطة وعجناها كويس وكمان مريحينها كويس. هفرد معاكم واحدة كمان هي سهلة جدا، اهم حاجة كده نفردها بالطول وبالعرض علشان الشكل بتاعها يطلع مظبوط. كمان ما ترفعوش قوي خلوا سمكها وسط. عملت كده التانية واحطها جنبيها، ولو الاتنين كده لازقين في بعض ما تقلقوش مش هيلزقوا اثناء التسوية ولا اي حاجة.
وبرضو نبتدي ان احنا نظبطها عشان الشكل كده بتاعها يكون مظبوط. بعمل بقى كل الكمية بنفس الشكل، وابتدي ان انا اريحهم 5 دقايق قبل التسوية. والصاج اللي احنا هندخله نسويه بدهنه مسحة بسيطة من الزيت، يعني قبل ما تسووه لازم بس ندهنه مسحة من الزيت. لكن الصاج التاني انا مش هدهنه دلوقتي غير لما اجي اسويه. وبالنسبة للتسوية انا هكلمكم عن التسوية بالتفصيل عشان يطلع معاكم مظبوط، وهوريهولكم دلوقتي وهو في الفرن كده وقابل. بالنسبة للتسوية أنا بشغل فرن على أعلى درجة حرارة، على درجة حرارة 240، وبنشغل فرن قبلها ب5 أو 10 دقايق، وأدخله على الشبكة اللي في النص. وكل دقيقتين نبتدي إن احنا نلف الصينية علشان يقب معاكوا كده من كل ناحية. وأول ما يبتدي إن هو يقب معاكوا البغاشة هنهدي درجة الحرارة على 220، وبنسيبه تقريبا 20 دقيقة لحد ما يبتدي إن هو يستوي، ياخد لون ذهبي حلو من تحت. اطفوا الفرن وشغلوا الشواية، وهو تحت الشواية نلف الصينية كل شوية عشان ياخد لون من كل ناحية. شايفين اللون بتاعه عامل ازاي؟ تحفة. بيطلع من الفرن بسيبه مش بغطيه، وبسيبه لحد ما يبرد تماما، وبسقيه بالشربات البارد. او ممكن ان انتوا تحطوا صوص شوكولاتة، وممكن زي ما انا وريتكم بتقلبوها وبتفتحوا كده من تحت فتحة صغيرة، وبتحشوا بالمهلبية زي ما انتوا حابين. الطعم اللي انتوا حابينه اعملوه، بس هما في الافران بيحطوا له عسل او صوص شوكولاتة من فوق. عايز لكم طعمه حلو جدا جدا، مش هتصدقوا ابدا. النتيجة سهل وبسيط ولونه تحفة. وشايفين بقى قابب ازاي؟ حاجة كده وهم. حلو جدا يا جماعة، جربوه ان شاء الله هيعجبكم. زي ما شفنا مع بعض الطريقة بتاعته سهلة، وعملنا كمية كبيرة. كمان عايزة اقول لكم ان الواحدة بتتباع في الفرن يعني من 10 ل 12 جنيه، فشوفوا بقى انتوا عاملين 9 وحدات او 10 وحدات، فمش مكلفين ربع التكلفة بتاعتها. اتمنى يا رب الفيديو يعجبكم وتجربوه. متنسوش الاشتراك واللايك. اشوفكم فيديو جديد، مع السلامة.